السلام عليكم. لو انت من جيل التسعينات العظيم فانت اكيد حضرت فترة سبيس تون. سبيس تون، قناة شباب المستقبل. لو سبيس تون عرفت اللي الدنيا عملته في شباب المستقبل. وبما ان الحاضر متدمر والمستقبل ملوش ملامح فما جاتش على الماضي يعني. تعالوا نتعرف على اشهر ستات عملوا شخصيات رجالية، واول شخصية معانا يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير. واللي قامت بدوره امال سعد الدين. أصدقائي، إذا أردتم أن تعرفوا أحداث هذه الحلقة تابعوني، فأنا صديقكم كونان المتحري الذكي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. كنت بتقول ايه؟ والشخصية التانية معشوق الجماهير. مش أنا لوحدي اللي بسيب الحنفية مفتوحة، ولا أنت كل حاجة يحسونك في الليل. واللي كان قايم بدوره سهير البدراوي. هاي يا أم بكار، احنا عايزين نروح نتفسح، هناخد مركب مع عمي جردوني ومش الأطفال بس هم اللي عارفين صوت سهير البدراوي. لو أنت عايش في مصر ومن عشاق ركوب المترو فأنت أكيد سمعت الرسالة دي قبل كده. عزيزي الراكب، حافظ على نفسك وعلى من حولك. أولاً، طرق انتقال مرض كورونا. الأنفاق لكم وبكم، حمى الله مصر وشعبها ورئيسها من كل سوء. وأما الشخصية الثالثة معانا واللي قامت بدوره أمل حويجة. لو النبي نعم أنا مدام موجود. أمل حويجة هي كابتن ماجد. سمعيني طيب الصوت. أنا سعيد جدا لأنني حضرت اليوم ولأنني سألتقي بصاحبة السعادة. وهي كمان اللي عملت دور موكلي في الأدغال. اظهر أيها الخارج عن القانون. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. تعمل يا جدع لايك، اقروا لي، قول لي الله ينور. وفي ما كده بتقدرني.